البيضاوي ظهر ضعيفا شاحبا هزلا ضحلا، لم يقدم أي شيء من أجل الانتصار. الوداد البيضاوي ظهر ضعيفا شاحبا هزلا ضحلا، لم يقدم أي شيء من أجل الانتصار. فرصة أو فرصتين، هذا مش يعني لما تشوف الإحصائيات تاع المقابلة هذه كلها تصب لصالح مانشستر سيتي. بونو معروف في ضربات الجزاء في ربع نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، تقريبا هو اللي أهل الفريق المغربي للدور نصف النهائي. بونو فالفيردي كان يعني منزل راسه، يعني هذه ضربة الجزاء محمد، هي ضربة الحظ. وين شفنا تألق الحارس بونو، حارس دائما ما يتألق في ضربات الجزاء. كيف ما سمعنا متابعي الكرام، اول تعليق للاعلام الجزائري على مباراه الوداد ضد مانشستر سيتي في كاس العالم للانديه 2025 المقامه حاليا بامريكا، والوداد خسر ب2-0. كذلك علقوا على المباراه ديال الهلال السعودي والريال مدريد، خرجت بالتعادل، وهنايا كان الافضل لهذا التعادل تيرجع لياسين بونو حارس مرمى اسود الاطلس المنتخب المغربي. الاعلام الجزائري حلل المباراه ديال الوداد البيضاوي امام مانشستر سيتي، وقال بان الوداد كان ضعيف، كان مشتت، كان هزيل، كان سمعتوا الكلمات اللي قالوها، ولكن هذا الشيء ماشي صحيح صراحه. نحترموا الاعلام الجزائري ونحترموا الراي ديالو، الوجهه ديال النظر ديالو والتحليل ديالو لهذه المباراه، ولكن الاعلام التونسي، الاعلام الاماراتي، الاعلام المصري كاملين قالوا بان الوداد البيضاوي قدم مباراه كبيره رغم الخساره ديالو، لانه لعب امام فريق اللي كبير، فريق اللي عالمي، وهو مانشستر سيتي، كتعتبر من اقوى الفرق العالميه. الوداد قدم مباراه كبيره، ولولا الحظ كان غادي يماركي هدف على الاقل في الشوط الاول. هنايا ما نساوش كذلك الاسباب اللي خلت الوداد البيضاوي ما يربحش او على الاقل ما يتعادلش في هذه المباراه، هي ان 8 اللاعبين على الاقل ما لعبوش ما بيناتهم في مباريات يعني كثيره. كذلك مدرب الوداد محمد بن هاشم التحق بالوداد في واحد الفتره اللي قليله بزاف من بعد استقاله مكوينه المدرب الجنوب افريقي السابق للوداد البيضاوي. هذه العوامل كامله خلت الوداد ما يظهرش بواحد الصوره اللي كبيره، ورغم ذلك تقاتل وقدم مباراه كبيره. كاينين واحد الاخطاء اللي خلاو الوداد البيضاوي يخسر ب2-0، هو ان الدفاع عندنا ضعيف بزاف، خاصه بوطويل اللي كان هو اللي تسبب في الهدف الثاني. بوطويل ثقيل بزاف، خاص بن هاشم يغيروا في المباراه الثانيه اللي غادي تكون امام يوفنتوس الايطالي. عندنا مشكل كذلك في الهجوم ما عندناش واحد راس حربه. عندنا نور الدين المرابط لاعب الدولي السابق للمنتخب الوطني، قدم مباراه كبيره ولكن كان معزول، كان غير بوحده، ما كانش واحد المسانده بسبب غياب عمر السومه. الانتداب الجديد اللي قام به الوداد البيضاوي لاعبي خطير جدا، مهاجم من الطراز الكبير، كان ديجا لعب مع اتحاد جده السعودي، وكان من افضل الهدافه في تاريخ الدوري السعودي وفي تاريخ اسيا. يعني مهاجم قوي. تعاقد معاه الوداد البيضاوي باش يلعب معاه في كاس العالم، ولكن لظروف معينه ما خلاتوش يلتحق بسرعه لصفوف الوداد البيضاوي. في المباراه الثانيه نتمناو عمر السومه يكون حاضر مع الوداد البيضاوي امام يوفنتوس الايطالي، وكذلك العين الاماراتي. وما نساوش نباركوا لخوتنا التوانسه، الترجي التونسي كيفوز في اول مباراه ديالو في كاس العالم للانديه امام لوس انجيلوس الامريكي ب1-0. بالتوفيق للترجي التونسي في المباراه الثالثه. نمشيو دابا للمباراه اللي دارت ضجه كبيره، وهي الهلال السعودي وريال مدريد. الهلال السعودي قدم مباراه عالميه، مباراه اسطوريه، وكان ربما كان يفوز على ريال مدريد لولا الحظ. ريال مدريد بان واحد الفريق اللي متواضع جدا امام الهلال السعودي، والسبب ديال التعادل ديال الهلال السعودي ما نساوش هو ياسين بونو حارس عرين اسود الاطلس. هنايا الاعلام الجزائري الصراحه اعطى حقه وشكره، وقال بانه حارس عالمي من اقوى الحراس في العالم. كنشكروا وجهه النظر ديال الاعلام الجزائري، الصراحه قدر ياسين بونو وتكلم عليه بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف. ولكن اللقطه اللي قلبت المباراه وخلات الهلال السعودي يتعادل امام ريال مدريد هي التصدي لضربه الجزاء. ياسين بونو تصدى لضربه جزاء اللي كانت غادي تقلب الموازين، وكان ريال مدريد يربح وكان يعني ماركا هذه ضربه جزاء، ولكن ياسين بونو كان بالمرصاد وكان في يعني في اليوم ديالو.
ياسين بونو الصراحه تظلم في كاس العالم اللي كانت تقامت بقطر 2022 من بعد ما وصل المنتخب المغربي لاول مره في التاريخ ديالو لنصف نهائي كاس العالم، ولاول مره منتخب مغربي وعربي وافريقي كيوصل لنصف نهائي كاس العالم. قدم مباراه كبيره وكان لياسين بونو الفضل باش وصل المنتخب المغربي لهذه المرتبه هذه. وبفضل التصديات الاسطوريه ديالو قصينا المنتخب الاسباني. تخيلوا معايا تصدى 3 ديال ضربات الجزاء امام المنتخب الاسباني، 3 لاول مره في التاريخ حارس مغربي وافريقي وعربي كيدير هذا الانجاز، 3 ديال ضربات الجزاء، وهذا كامل ومع ذلك تظلم وما داش القفاز الذهبي وما داش احسن حارس في العالم. ونذكركم بموعد وتوقيت المباراة الثانية ديال الوداد البيضاوي اللي غادي تكون أمام يوفنتوس الإيطالي نهار الأحد 22 يونيو على الساعة 5 مساء، بالتوفيق للوداد البيضاوي كذلك للهلال السعودي وللترجي التونسي والأهلي المصري. جميع الفرق كنتمناو لهم الفوز ويقدموا مباريات كبيره. الحلقه القادمه ان شاء الله غادي ندير واحد المقارنه وديه ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري، شكون هو الفريق الاقوى والافضل في شمال افريقيا وعربيا وافريقيا. تسناو الفيديو ان شاء الله، ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تفعلوا الجرس على الكل باش توصلوا بكل ما هو جديد ومفيد باذن الله، والسلام عليكم.